مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وكل الأمة الإسلامية طيبة وبخير يا رب العالمين. عيد سعيد عليكم وعلينا وعلى أمة محمد يا رب. النهاردة إن شاء الله هنعمل التلمس، هتاكليه في نفس اليوم اللي هتعمليه فيه. هنعمله بطريقة حلوة جدا جدا، وكمان هنعمله معاه حمص الشام كان بتسالي العيد. طبعا التلمس والفول وحمص الشام والحلبة. طبعا ما ينفعش العيد يجي من غير طبعا ما نعمل الترمس، ونعمل طبعا الفول. شايفين شكله ما شاء الله جميل جدا جدا. ونعمل طبعا الحلبة. الحاجات دي من تسالي العيد بتبقى جميلة جدا جدا، وكمان الترمس مفيد جدا جدا. شايفين ما شاء الله شكله جميل جدا، يعني بجد تحفة. يعني عارفين ان انتوا تعملوه وتاكلوه في نفس اليوم ده، دي حاجة جميلة جدا. بدل بقى ما تقعدي كام يوم تغيري له في مية، لا اعمليه بقى في يوم واحد كده واعمليه بالطريقة دي. هو حمص الشام الطريقة جميلة جدا. ويلا بقى في البداية اللي محطش لايك يحط لي لايك، وما تنسوش اللايك يا حبايبي. طبعا قبل ما ابدا الفيديو بشكر كل حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، وبشكر كل اللي بيعمل لي لايك وبيكتب لي تعليق، ما تحرمش منكم يا رب. يلا في البدايه نقول بسم الله. وهنا معايا نص كيلو من الترمس، ومعايا حمص الشام. عايزه اقول لكم ان انا مسكت الترمس، نقيته وغسلته غسله كويسه، ورقدته لمده 3 ساعات او 4 ساعات. وكمان حمص الشام نفس النظام. بعد كده حطيتهم كده في ميه وولعت عليهم النار. هنا اول حاجه معايا الترمس، معايا هنا ربع كوبايه من الخل، ومعايا معلقه من، وهنا هقلب تقليبه كده وهحطه بقى كده على النار وهسيبه. هو بالظبط خد معايا ساعه. هنا بقى كده معايا حمص الشام. جبت بصلايه كده وقطعتها، وحطيت كمان معلقه من الصلصه. لما طبعا بيبدأ يغلي معانا بيعمل زي ريم زي ما انتوا شايفين. انا الريم ده كله هشيله، احنا طبعا مش عايزينه. وهنا شايفين حمص الشام وهو بيغلي ما شاء الله ريحته جميلة جدا جدا، بس برضو لو في ريم لازم نشيل. وهنا طبعا ولعت عليهم كده وسبتهم. انا عايزة اقول لكم ان بالظبط اخد معايا في حدود ساعة، طبعا على نار متوسطة، ولا هتعلي النار ولا هتوطيها. وهنا ما شاء الله اللهم بارك كان استوى وجميل جدا جدا. وهنا كمان حمص الشام نفس النظام استوى بقى حلو قوي. انا هنا بقى صفيت كده حمص الشام وخدت ميته، وجبت طبعا شوية مية كده من الفلتر. ويلا بينا هنا بقى هنحط هنا كده في حدود 3 4 معالق من الملح. انا عايزه اقول لكم الخطوه دي جميله جدا جدا. لما تكوني بتعملي حمص الشام خدي الميه بتاعته وزوديها بقى كده للترمس والحمص الشام، بجد الطعم رهيب يا جماعه. حطيت معلقه من الشطه، وكمان حطيت كده شويه من الملح في حدود 3 4 معالق. وزي ما انتم شايفين قلبت كده كويس جدا. وهنا انا عصرت ليمونه، بس الحته دي ما جاتش، عصرت في الميه ليمونه، وطبعا الحته دي معلش ما جاتش معايا. بعد كده حطيت بقى الترمس هنا في الميه بتاعت حمص الشام، وفي الميه اللي احنا طبعا موضبينها كده ومحميينها، والميه طعمها جميله عايزه تتشرب يا جماعه، بجد تحفه جدا. هنا بقى حطيت كده طبق من الترمس وطبق من حمص الشام، وزي ما انتم شايفين عصرت عليه ليمون، وحطيت كمان شطه، وحطيت رشه صغيره كده من الملح، وكمان عملت كده على الترمس وحمص الشام. وعايزه اقول لكم بقى طعمه رهيب بجد، طعمه تحفه جدا اللهم بارك. طبعا شايفين من نص كيلو بس ترمس عطانا كميه جميله ما شاء الله، يعني بجد تحفه جدا وطعمه كمان حلو قوي. الخطوه بتاعت الميه دي خلت الترمس بتاعي طعمه حلو جدا. انا هنا بقى سبته كده 3 ساعات تاني في قلب الميه بملح علشان اعرف اقدمه، علشان طبعا لما اقدم منه بقى طبعا لو عندك ضيوف او لو الولاد كلوا منه يكون طعمه حلو. وهو طبعا الترمس بجد جميل جدا جدا، مش بتقدري تقاومي قدامه. يعني لو انت خدتي طبق كده وقعدتي كلتي فيه سبحان الله ما بتقوميش الا لما بيكون الطبق ده خلاص خلاص. هو طعمه حلو، وهو من الحاجات الجميلة جدا جدا، ومفيد جدا جدا للمعدة، وحلو جدا جدا للجسم بصراحة. ما شاء الله بيكون طعمه حلو، وهو من الحاجات الجميلة جدا جدا. ولما بتكوني في الشارع كده وبتلاقي حد واقف كده بعربية بيبيعه، بتحسي طبعا ان انت نفسك فيه، وبيكون طبعا سبحان الله من الشارع كده بتحسي ان هو بيكون طعمه حلو. وسبحان الله ربنا بيحلل لكل واحد رزقه سبحان الله، وطعمه بيكون حلو جدا. وطبعا اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسنيش في اللايك حبايبي. وطبعا ده بيكون فيديو النهارده، فيديو سهل جدا وبسيط. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.